اخوان الرياضيين الجمهور الجزائري المتعطشين المونديال، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. قبل ايام قليله من موقعة مصر الجزائر خصصنا هذه الحصه لاثرائكم باخر المعطيات وتحضيرات المنتخب الجزائري، وذلك بحضور صاحب هذه الانتفاضه وقائدها الشيخ ربح سعدان. ولاثراء الموضوع اكثر نستضيف كذلك الصحفي الكبير معمر جبور. لا تذهبوا بعيدا. 1 2 3 Viva l'Algérie 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 1 2 3 ربح سعدان، مرحبا بكم وشكرا على تلبية الدعوة. مساء الخير عليكم، يعطيكم الصحة. ويعني كل تربية تاع التلفزيون الجزائري نحضرها، ويعني نقولوا بلي التلفزة الجزائرية بدات تروح في المرحلة تاع التطور. شكرا للشيخ ربح سعدان. الزميل معمر جبور، اهلا بك واليك الكلمة. قبل أيام قليلة من مباراة المصيرية بين المنتخب الوطني سيد ربح سعدان، كيف هي أحوال المنتخب الوطني الجزائري؟ يعني أحوال تاع المنتخب تاعنا يعني راه مليح، ويعني اللاعبين تاعنا موراهم مرتاحين بزاف. سيد ربح سعدان، les blessures du Bougueras, يعني يحيى inquiète tous les Algériens. Un commentaire s'il vous plaît. يعني الإصابات اللي دات اللاعبين تاعنا بوكرة وزياني كاينة منها، ويعني زياني قال لي نشارك لو كان برجل وحده، وبوكرة قال لي نشارك بالشارطة لو كان ما عنديش رجليها. ويعني أما تاع عن طريق يعني إشاعة درنا احنا اكسبري، وين شفنا رد الشارع المصري خرجوا في الإسكندرية بالفلاي كانوا يديفوليو فالحكي عن طريق ما يلعبش. سيد ربح سعدان، حسب رأيك ما هي مفاتيح الخروج بتأشيرة التأهل إلى المونديال في هذه المباراة؟ أنا ما عنديش مفتاحها. خطة الفريق، تقدر تقول على خطة الفريق، لاعبين واجدين، ماذا سيفعلون في الميدان؟ يعني التكتيك راح نديرها 11-0-0، جابوا كاع دفاع وراح نديروا الهجوم المعاكسة. سيد ربح سعدان، الآن هل ترى أن المنتخب المصري قادر على إحداث المفاجأة والفوز بثلاثية؟ جامي، وانا افوز بالرباعية. لماذا؟ على خاطر عندنا لاعبين ممتازين ولعبوا في القسم الاول في اوروبا، كاين غلاس كاين غزال، كاين لاعبين ممتازين وكاين راح نجيبهم انا معهم او كونتاكت حتى الان. سيد ربح سعدان، 4 أيام من تحضير في فلورنسا الإيطالية، 4 أيام، هل ستكفي للمنتخب الوطني؟ تكفي كيما نقولوا لا طلب وسط ما نديروهاش المدينة هذيك، راح نديروها في طورينو. يعني راح زيانير يولي يلعب كيما ديربيرو كيف كان زمان. سيد ربح سعدان، نخرج عن المقابلة. الجماهير المصرية تتوعد بحفلات ديسكو صاخبة أمام فندق إقامة الخضر. ماذا بينا صافي في الطريق بليزير، ما منيش ورده وحنا نديرهم يشتغلوا معاهم يجوزوا. نعم سيد ربح سعدان، يسطحوا الجزائر يوم 15 نوفمبر كل الناس. على 15 14 إن شاء الله. ربح سعدان، ما رأيك بالصحفي عمرو أديب الذي قال مصر هي التي علمتكم العربية وبفضلها استقالت الجزائر وعندها 1,000,000 شهيد وليس 1,500,000؟ هذه في ماذا قال هذا الصحفي في فضائيات، واحنا هنا في التلفزيون الجزائري لحد الآن لم نقل شيئا عن المنتخب المصري الشقيق العربي، إخواننا الأشقاء. ويعجب الذي ما قالهاش في الفضائيات، قالها في الفضالات. على خاطرش هذا قال لا 1,000,000 شهيد، 1,000,000 ولا 2 ولا 3 ولا ما كاش. انا ما راح لي حصل احنا ما عندناش 1,500,000 شطاحات في كباريات معروفين في مصر. نعم سيد ربح سعدان، كل المصريين متعصبين جدا، حتى هنا قال إبراهيم حسن ما عدا ربح مجير كل الجزائريين حقارين. على خاطرش ربح مجير تربى إلى طريق ترونكيل، لو كان تربى فاميليا وعلين يخرج من مواقبه. سيد ربح سعدان، ما
رأيك في مقابلة مصر تنزانيا الذي لعبها حسن شحاتة بفريق؟ شفنا بالفريق الشوط الأول بلاعبين احتياطيين سجلوا 4 أهداف، وفي الشوط الثاني بلاعبين الأساسيين سجلوا هدف واحد. وش رأيك في الفريق المصري والفريق التنزاني يعني أنا واش نقول لك، المقابلة هذه مثل مقابلة كل المقابلات الودية، يعني لعبوا تفرجت المقابلة كما نقولوا بكاع لي ديتاي تاعها يعني هنا كي شفت المنتخب المصري 4-5، يعني فقط بلي المنتخب المصري ضعيف جدا من كل الجوانب. ورأينا المنتخب المصري في الدفاع وش يعني ما لاعبين تنزانيا ما كانوش أقوياء، ضعفاء. عندنا زياني، عندنا بوقرة، عندنا مطمور، عندنا مقني، عندنا غزال اللي عندهم السرعة في الدفاع وش مثل الدفاع المصري. يعني إذا ما رحناش بالفريق هذا المونديال ما نزيدوش نروحوا. سيد ربع سعدان، هل سنتأهل إلى المونديال أمام 80 مليون آيون مصري؟ لا، سألوا المونديال ب 35 مليون آيون جزائري. ألا يخيفك الجماهير المصرية اللي تكون 100,000 متفرج في ملعب القاهرة؟ ما يخوفونيش أنا اللي خاف الجمهور الجزائري، خايف بزاف. لماذا الجمهور الجزائري؟ نافع بزاف على خاطرش هذا قال لا 1.5 مليون شهيد، مليون ولا 2 ولا 3 ولا ما كاش. أنا ما راح لي حصل، إحنا ما عندناش 1.5 مليون شطاحات في كباريات معروفين ثم في مصر. نعم سيد ربع سعدان، كل المصريين متعصبين جدا، حتى هنا قال إبراهيم حسن ما عدا ربح مجر كل الجزائريين حقارين. خاطرش ربح مجر تربى في عائلة طريق ترونكيل، لو كان تربى في مليوانين يخرج من مواقبه. سيد ربع سعدان، ما رأيك في مقابلة مصر تنزانيا الذي لعبها حسن شحاتة بفريق؟ شفنا بالفريق الشوط الأول بلاعبين احتياطيين سجلوا 4 أهداف، وفي الشوط الثاني بلاعبين الأساسيين سجلوا هدف واحد. وش رأيك في الفريق المصري والفريق التنزاني يعني أنا واش نقول لك، المقابلة هذه مثل مقابلة كل المقابلات الودية، يعني لعبوا تفرجت المقابلة كما نقولوا بكاع لي ديتاي تاعها يعني هنا كي شفت المنتخب المصري 4-5، يعني فقط بلي المنتخب المصري ضعيف جدا من كل الجوانب. ورأينا المنتخب المصري في الدفاع وش يعني ما لاعبين تنزانيا ما كانوش أقوياء، ضعفاء. عندنا زياني، عندنا بوقرة، عندنا مطمور، عندنا مقني، عندنا غزال اللي عندهم السرعة في الدفاع وش مثل الدفاع المصري. يعني إذا ما رحناش بالفريق هذا المونديال ما نزيدوش نروحوا. سيد ربع سعدان، هل سنتأهل إلى المونديال أمام 80 مليون آيون مصري؟ لا، سألوا المونديال ب 35 مليون آيون جزائري. ألا يخيفك الجماهير المصرية اللي تكون 100,000 متفرج في ملعب القاهرة؟ ما يخوفونيش أنا اللي خاف الجمهور الجزائري، خايف بزاف. لماذا الجمهور الجزائري؟ نافع بزاف. أنا لو كنت الفريق قامتك كيش راح تكون لا رياكسيون تاعك. نعم، ولكن الجمهور الجزائري كله وراء المنتخب الوطني سيد ربح سعدان. ليش متعطش على الربح؟ عندنا 24 سنة لم نذهب إلى المونديال سيد ربح سعدان. سنة إن شاء الله. إن شاء الله سيد ربح سعدان. إليك الكلمة سيد معمر جبور. Oui, monsieur Sadan, les femmes égyptiennes interdites au stade. Quels sont vos commentaires؟ يعني احنا بالتقاليد تاعنا، يعني احنا دولة مسلمة، يعني احنا المرأة ما تخش الصاد وما تكيفش، ولكن 1 2 3 viva l'Algérie 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 1 2 3